تعرف القبيلة من اسم العائلة بارت 4. يعني احنا نتكلم دلوقتي عن قبيلة جاوا. القبيلة ديت معروفة من يعني أكبر عدد نسمة أو population في إندونيسيا، هم معظمهم جاويين يعني. حتى القبيلة ديت منتشرة تماما كل أنحاء إندونيسيا، مثلا في جزيرة جاوا، حتى في جزيرة سومطرة أو جزيرة كاليمانتان، ممكن جزيرة سولويسي أو ممكن جزيرة البابوا. يعني القبيلة ديت منتشرة تماما، يعني كل جزيرة في اندونيسيا عايشين جاويين يعني. ف أكبر عدد كنسمة يعني. بعدين بقى إيه يا الله يا حي. مثلا وبعدين بقى في كمان معلومة من اسم العائلة من القبيلة ديت. من نادر جدا انك تلاقي حد من القبيلة ديت بيعمل مثلا اسم العائلة، عشان اسم العائلة بس موجودة عند عائلة السلطان، يعني عائلة رويال فاميلي. مثلا في واحدة صاحبتي اسمها رادن رورو، بنكتبه كده ار يعني ار يعني رادن رورو نايلة، مثلا اسمها نايلة يعني ار نايلة. او مثلا رادن جيبتانينغ هانيف، حد صاحبي اسمه رادن جيبتانينغ هانيف، معناه هو جده من عائلة السلطان يعني في جاوا. والناس العاديين اللي من القبيلة ديت دايما ما عندوش اسم العائلة. ليه بقى؟ ان شاء الله عشان هم شايفين ان الاسم مسؤولية كبيرة. يعني لو حد مثلا يزود اسمه احمد طارق مبارك، فهو مسؤول. هو عمل ايه باسمه ده؟ يعني انت اسمك محمود اصلا يعني، وانت عملت حاجة محمودة يعني ولا ده؟ هم شايفين ان الاسم حاجة كبيرة. من نادر جدا ان هما بيعملوا اسامي كتير. مثلا ممكن اسمين، مثلا جوكو ويدودو، وبيبقى دايما القطعة الاخيرة بالاو، جوكو ويدودو برابو سوبيانتو. او مثلا ايه مثلا في حد اسمه ويرانتو، يعني او ديت في الاخر. القطعة دي تعتبر من قبيلة جاوا، لازم تظن ان هي من قبيلة جاوا. وبعدين بقى ايه؟ ليه بقى ما عندهمش الاسم العائلة؟ في كمان شوية تاريخ يعني. لو انا مش غلطان هم بيقولوا ان ده بيساعدهم ان هم يروحوا يحرروا اندونيسيا، وبيساعد جدا لحركة المقاومة. عشان لو في حد من مقاومة اتقبض من حكومة الاحتلال يعني، فعائلته ان شاء الله في امان الله. ليه بقى ان شاء الله؟ لان ما عندهمش اسم العائلة يعني. ما حتى لو هم عايزين ندور على عائلته ممكن مش هيلاقوها. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني ما عندهمش اسم العائلة تماما يعني. شوية تاريخ ده بيساعد كمان لحركة المقاومة ان هم تخبي عيالها، او ممكن حد يخبي عياله من قبض الحاجات ديت. معروف يعني. مثلا لو في العرب مثلا حد اسم العائلة مثلا بومدين يعني، فممكن بومدين الاخرين يعني هيتقبضوا. ف يعني شوية تاريخ عن القبيلة ديت. وفعلا قبيلة معروفة ومحترمة، وعندهم احترام شديد جدا، وايه طريقة اسلوب كلام لطيف جدا. حتى ماما اصلا هي ما تعرفش ترفع صوتها يعني. يعني كمية الحنان وكمية الايه كمية اللطافة اللي عندهم. اكتبوا لي في كومنتس بقى ايه رأيكم على القبيلة ديت. تشتركوا من سبسكرايب لو في قبائل تانية اللي انتوا عايزين ان انا اقدمها لكم، فاكتبوا لي في كومنتس. تشتركوا من سبسكرايب. السلام عليكم.